السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة انتشرت كلمة المقاطعة. الكلمة دي سادت العالم كله بوجه العموم وبوجه الخصوص. كانت في الوطن العربي صراحة أداها المصريون في اليمن، في السعودية، في معظم الدول العربية، ال 22 دولة عربية، قاطعوا المنتجات الداعمة لإسرائيل ودعما لغزة يعني. وكان لمفهوم المقاطعة ناس تكلمت عن مفهوم المقاطعة، فأنا واحد من ضمن الناس عشان أعرف معناه الكويس كان لابد من إن أنا أدور عن واحد ضليع كده في الموضوع ده يعرفني إيه هي المقاطعة. يعني الدولة آخر اهتماماتها المواطن، اعتبروهم كباري ولا طرق من اللي انتوا بتعملوها واهتموا بالمواطن شوية. ثم محدش قال إن احنا بنقاطع المنتج، احنا بنبادل المنتج. وبالنسبة للعمالة اللي انت قلقان عليها، لما الطلب يزيد ويبقى فيه ضغط في الأماكن المحلية، بالتالي هتطلب عمالة والعمالة هتشتغل، مش هيبقى فيه أي مشكلة. ومن هنا هيبقى أنت ضربت عصفورين بحجر. العصفور الأول هو إنك دخلت خزينة الدولة وما احتجتش للدولار الأمريكي، للعملة الصعبة بمعنى أصح، ونميت الاقتصاد وضخيت فيه عمالة وضخيت فيه منتج جديد وأنعشت السوق المحلي. وبعدين يا عمرو، طالما ده مبدأك، ليه ما استعملتوش مع عمال الحديد والصلب اللي انت واحد من ضمن الناس كنت داعم لقفل المصنع بتاعه؟ انا بقول المسؤول اللي خد القرار ان هو يصفي الحديد والصلب، انت راجل شجاع. شجاع ايه يا ابني؟ هو رايح يصفي مصنع ولا رايح يصفي خلية إرهابية؟ ثم انا عايز اعرف حاجة، طب والعمال اللي هيقعدوا في البيت؟ لا 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 لا، مش مشكلة العمال يقعدوا في البيت عادي، لكن احنا ما نقدرش نستغنى عن الدينر بوكس بتاعت كنتاكي. ثم تعالى هنا يا عمرو، مين اول واحد ذكر كلمة مقاطعة؟ ما عجبكمش قطعوه. الله ينور عليك. قلتها ايام ما كنت بتروج مقاطعة الدواجن وقفل مصنع او المجازر على مستوى الجمهوريه. وانت عارف قطاع اللحوم والفراخ والحاجات دي بيشتغل فيه اكتر من 2 مليون عامل. انت واحد من ضمن الناس يا عمرو كنت بتروج لانهم يقعدوا في البيت. نسيت ساعتها الناس اللي هتقعد في البيت دي؟ قطاع بيشتغل فيه 2 مليون عامل من قطاع الدواجن ده لوحده، واللي كان بسبب ازمه الاعلاف اللي تسببت فيها الدوله المصريه. وانت قال لك عشان الحكومه فيه قلت قطعوه عادي، كانت ساعتها المقاطعه عاديه. فاكر يا عمرو كنت ساعتها بتروج دي ايه؟ مش عايزين فراخ. ونسيت ال 2 مليون عامل اللي هيقعدوا في البيت. فاكر يا عمرو ولا مفكر؟ بلاش دي. فاكر ازمه العربيات لما فرضتوا على العربيات، او الدوله فرضت على العربيات ضرائب جديده، وكان في تعثر في الحصول على العمله الصعبه، وانت واحد من ضمن الناس فاكر روجت لحمله ايه؟ خليها تصدي. وللاسف اولا ما تذكرتش قد ايه العماله اللي شغالين هناك، ما تذكرتهاش يوميها، وجيوبهم هي اللي صدت على فكره، مش العربيات هي اللي صدت. افكرك تاني يا عمور ولا نسيت؟ ده انت بلاويك ياما والله. طب فاكر ازمه اللحوم؟ وبلاها لحمه. ازمه اللحوم اللي تسببت فيها الدوله المصريه بسبب غلاء الاعلاف. انت واحد من ضمن الناس طلعت وقلت ايه؟ وبلاها لحمه. بلاها لحمه. وعلى الصعيد الاخر وعلى نفس الشاشات كنت بتعمل ما قلتش يعني ساعتها بلاها لحمه يا عموره، وشغال بتاكل زي الفل اهوت ونفسك مفتوحه ما شاء الله. طب يعني انت طالع تروج لحمله بلاها لحمه، يعني ما تطلعش على الشاشه قدام الناس وتاكل من افخر اللحوم وتعلقها قدامك وتجيب الطباخين في قناتك. وطبعا انت قلت كده عشان الحكومه كانت في المشهد. ما افتكرتش ابدا الناس اللي هتنضر من الموضوع ده، العماله اللي هتوقف، المطاعم اللي طالبه الاكل ده، الناس اللي بتربي المواشي، قطاع كبير جدا هيقف حاله. لكن بالنسبه لك بلاها لحمه وقطعوه. وعامه يا عموره كله فدا البيف برجر ولها غزه. وحتى يا اخي لما تيجي تقول الكلام ده يعني ما تقولوش بشكل مباشر، قوله بشكل غير حته ما فيش صناعه بتزدهر دي صدقت فيها. رغم ان انا كان علمي يعني انها بتزدهر. مين دي اللي بتزدهر يا حبيبي؟ انا والله اعتقد كنت فاكر كده يعني. كان في واحد اعلامي نص كم زمان كان قال لنا ويجب ان نحيي الصناعه المصريه للغذاء التي تطورت جدا. عمرو اثبت على حال ابوس ايدك. انت انهو عمرو في الاثنين؟ الناس دي بتدفع ضرائب. ثم ضرائب يا عمرو اللي انت جاي تتكلم عليها، خد لك لفه كده في الضرائب وشوف في الدوله المصريه فرض ضرائب قد ايه. ضرائب على الدخل، ضرائب على المرتبات، ضرائب على الطوابع، ضرائب على المبيعات، ضرائب على المنتجات، ضريبه عقاريه، ضريبه قيمه مضافه، ضريبه ضمان اجتماعي. يا اخي لما بتروح تيجي ترخص عربيه في المرور، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ منزل لك حاجه اسمها كده ايه، ضريبه ال1%.
احنا وصلنا لدرجه ان الضرايب بقت بتتحط بالنسب، يعني خلاص ما لكن تقول ضريبه ايه دي يا فندم، خلاص مش مهم لسه هنفتكر ضريبه ايه، ادفع ضريبه ال 1%. ايه هي ضريبه ال 1%؟ ما اعرفش. كل دي ضرايب داخله خزينه الدوله، وجاي بس اللي مأثر فيك قوي زعلان يعني ضريبه الشاليمو بتاع الستاربكس اللي هي دي اللي هتسند اقتصاد البلد. اضعف شيء انت كانسان تحس بيه تجاه بلدك او تجاه اللي بيحصل في غزه، دي حاجه بتعملها انسانيه يا عمرو، انت بالنسبه لك يمكن ما تحسش بيها قوي. مفهوم المقاطعه بالنسبه لك ممكن يكون معدوم، انت على النقيضين، يوم ويوم لا، على حسب سامسونج هتقول لك ايه، او على حسب السكريبت اللي قدامك. اذا كان مقاطعه قاطعه، واذا كان مفيش مقاطعه فالغي لنا المفهوم ده. تبدا تقول مقاطعه ايه وبالطريقه بتاعتك اللي احنا كلنا العنجهيه اللي احنا عارفينها دي. واخيرا هنقول ربنا يتولى اهل غزه ويغفر للشهداء ويجعلهم مع الانبياء والصديقين وحسن اولئك رفيقا. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. بتمنى وبدعوكم يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان توصلك حلقه كل يوم. اشوفكم على خير وصباح الخير.